بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. جوميز وإعلان القايمة وجلسة ممدوح عباس تضرب الأهلي قبل ساعات من نهائي أفريقيا، ضربة موجعة للأهلي. الأول كده صلي بينا على النبي ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. تعالى نخش في موضوعاتنا على طول. جوميز مدرب الزمالك اعلن قائمة الزمالك لمباراة الزمالك وفيوتشر غدا الخميس في تمام الساعة 7 مساء في الدوري المصري. ماتش مهم. ماتشات الدوري بالنسبة للزمالك هي ماتشات كؤوس، يعني لا تقبل القسمة على 2 زي ما بنقول، لا تقبل القسمة على 2. ماتشات الزمالك في الدوري 3 نقاط ثم ال3 نقاط، مش ولا يهمني الاداء خالص. اهم حاجه عندي ال3 نقاط، اهم حاجه عندي ايه؟ ال3 نقاط. جوميز اختار في القايمه محمد صبحي، محمد عواد، الحارس الشاب حسام عبد المجيد، المسلوسي، عندنا في نص الملعب دونجا، محمد شحاته، احمد فتحي، عمر جابر، مصطفى شلبي، زيزو، الجزيري، ناصر منسي، سامسون اكينولا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، سيف فاروق جعفر. طبعا بيغيب شيكابالا للاصابه، بيغيب احمد حمدي ربنا يشفيه ان شاء الله، الجراحه او العمليه بتاعته هتتم في المانيا وهيتعالج على اعلى مستوى، وان شاء الله يرجع احمد حمدي ويكسر الدنيا تاني. دي قائمه الزمالك لمباراه بكره. التشكيل هنقوله لك: محمد عواد في حراسة المرمى، قدامه حسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي، عمر جابر، فتوح. في نص الملعب دونجا، محمد شحاتة، رقم 10 عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وزيزو، وسيف الدين الجزيري. التشكيلة المتوقعة من وجهة نظري لهذا اللقاء. طبعا هو بيلاعب دايما عبد الله السعيد وناصر ماهر، هذا الثنائي بيلاعبهم اساسي، فلازم في نص الملعب دونجا ومحمد شحاته. ماتش فيوتشر ماتش رخم، بلغه الكوره رزل، فرقه رزله، فرقه غلسه بلغه الكوره، بلغه ايه؟ الكوره. فان شاء الله الزمالك يوفق في هذا اللقاء، وباذن الله الزمالك يحصد ال3 نقاط. تعالى نخش في موضوعاتنا التانية. النهارده زي ما قلت لك، المصادر اللي اتكلمت من الكاف الاتحاد الافريقي انهم هيخصموا صدمه. والله لو ده حصل، والله لو ده حصل تبقى كارثه انهم يخصموا 800 الف دولار، من 500 ل 800 الف دولار من الزمالك من مكافآت بطوله الكونفدراليه. دي كارثه. مصادر في الاتحاد الافريقي صرحت بده النهارده، مش هزار، ده جد. كارثه. على مجلس الزمالك انه يخرج، سواء المتحدث الرسمي او احمد سليمان او حسين لبيب، كلهم بسم الله ما شاء الله منتشرين في كل القنوات. النهارده حسين لبيب بنفسه طالع بعد دقائق مع ابراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على اون تايم سبورتس 2 في حوار تلفزيوني. فنتمنى ان حسين لبيب يوضح الموضوع ده. التنظيم مسؤولية الزمالك ولا مسؤولية الكاف؟ طب لو مسؤولية الكاف والكاف هيظلم الزمالك، طب ايه رد فعل الزمالك وقرارات الزمالك اللي هياخدها تجاه هذا القرار لو صدر؟ لازم يوضح الصورة كاملة لجمهور الزمالك. ده رئيس النادي النهارده طالع في حوار تلفزيوني مع ابراهيم عبد الجواد، لازم يوضح الصورة لجمهور الزمالك، علشان لو مسؤولية الزمالك والتنظيم ده مسؤولية الزمالك، يبقى مجلس الزمالك ده مطالب انه يدفع من جيبه الغرامة اللي هتتوقع على الزمالك، انه يعتبر فشل في التنظيم. انما تعاقبني عشان ادم ابن شيكابالا او عشان احمد سليمان او عشان مش عارف مين، تديني العقوبة الضخمة دي؟ الزمالك في عرض دولار،
مش تخصم مني 800,000 دولار من الجائزه اللي هي 2 مليون دولار، جوائز الماليه بتاعت الكونفدراليه. كفايه ازمات القيد اللي عندنا، وقف القيد منه لله اللي كان السبب، ايا كان مين اسمه، منه لله اللي كان السبب في الصدمات اللي بتيجي على الزمالك دي. طيب، المتحدث الرسمي قلت لك في الفيديو الماضي قال قصه روق اجواش اعتبرها انتهت. دول 20,000 دولار هيتم تحويلهم، مفيش اي مشكله، هنخلص قصه روق اجواش. وخبر سعيد جدا 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 جدا، بدأ التحرك فعليا مع خالد بوطيب. ما انا قلت لك ازمه القيد هتنتهي على بدايه يونيو، يعني قدامنا اسبوع ان شاء الله هتسمع خبر كويس جدا. مجلس الزمالك وخاصه وتحديدا عمرو الادهم، الجندي المجهول في مجلس اداره الزمالك، هذا الرجل اللي يبذل مجهود جبار، اللي بيشتغل بالقوه واللي بيأثر زي هشام نصر. يا هشام يا نصر، لو فرق الصالات امبارح ليد فاز على الاهلي، ولسه الماتش الفيصل هيبقى يوم الجمعه، لو العاب الصالات يا هشام يا نصر ما رجعتش تاني تحصد البطولات ونبقى ملوك الصالات ونحصد في سله وفي طايره وفي يد وفي كله، يا هشام يا نصر هيبقى في كلام تاني خالص لجمهور الزمالك. تروح تقدم استقالتك وتروح. فاللي بيشتغل، شوف احنا بنشيد اهو بعمرو الادهم ليه، راجل شغال في الملف بتاعه. هقول لك دلوقتي خبر حلو، وانه تواصل مع محامي خالد بوطيب، وان هشام نصر في نفس المجلس اهو ونائب الرئيس، لكن فشل في الملف بتاعه اللي هو الاشراف على العاب الصالات هذا الموسم. يبقى احنا كده بني ادمين عقليا، انما انتقد على طول الخط وهم بيعملوا حاجه كويسه يبقى انا كده بني ادم في حاجه في دماغي. انما حاجه كويسه حصلت بأشيد، حاجه وحشه حصلت بنتقد بأدب وبذوق، مش بقله ذوق. عمرو الادهم راجل شغال، تواصل مع خالد بوطيب، محامي خالد بوطيب، وقال لك احنا جاهزين لكل الاحتمالات، سواء رضيوا بالجدوله اللي هنعرضها عليهم خير وبركه، ما رضيوش يبقى احنا جاهزين بالكاش. جاهزين بالايه؟ بالكاش. اصل ده حكم نهائي خلاص، ما عادش لسه في استئناف والكلام ده، حكم نهائي. 2 مليون 400 الف يورو. لاعب ما لعبش ب5 جنيه مع الزمالك، خالد بوطيب ده جه علينا 120 مليون جنيه بسببه. حد يقول لي بقى مرتضى السبب؟ انا بقول لك منه لله ايا كان مين اسمه اللي السبب في الصدمات دي والفلوس. يعني انت تخيل لو الزمالك كان بياخد الفلوس اللي بتاعت الكونفدراليه ديت 2 مليون دولار، حوالي 100 مليون، والجوائز دي ولسه السوبر الافريقي، كان خد الفلوس ديت بدل ما يسدد بها ديون كان جاب بيها تدعيمات. جوميز عايز 8 صفقات، جوميز عايز 8 صفقات، جوميز عايز امام عاشور تاني، جوميز عايز مصطفى فتحي، جوميز عايز مهاجم، جوميز عايز حارس مرمى، جوميز عايز مدافع، جوميز عايز باك ليفت، جوميز عايز في الاجنحه وخاصه الجناح الشمال، وجوميز عايز لعيبه وعايز طلبات. تخيل لو مش علينا الديون دي كان تشوف الزمالك بقى فين. لكن حظنا كده وقدرنا كده، قدرونا كده، وكمان الكاف جاي يكملها ويقول لك هنخصم 800,000 دولار. يا حلاوه، صوت يا انشراح ويمرك يا نعمه. من زمان ما قلتش اللفظ ده، من زمان. وان شاء الله الازمات دي كلها تتحل، الازمات دي كلها تتحل باذن الله. طيب تعالى يا باشا ليه طبخوا النهارده، وانا بقول لك جمال علام اصحى اصحى وفوق معايا. جمال علام كان فين امبارح؟ كان عند الخطيب في الاهلي، قعد معاه حوالي 2 ولا 3 ساعات. طب رايح ليه جمال علام؟ بيخلصوا موضوع الشيبي. ما انا قلت لك الشيبي هيطلع مدان، الشيبي هيتعاقب، صدق او لا تصدق بقى، صدق او لا تصدق، الشيبي هيتعاقب.
وحسين الشحات بريء. لجنة الانضباط دلوقتي بتطبخ القرار، هي واتحاد الكورة وجمال علام بيطبخوا القرار وهيصدروه خلال الساعات اللي جاية بإيقاف الشيبي. يقول لك ليه؟ يقول لك علشان لجأ للقضاء المدني، وده ما ينفعش، مخالف للوائح. اللوائح البتنجانية والبامية والخضار بتاعتهم مخالف، فهيعاقبوا الشيبي. والشحات اللي عمل الهيلمان ده كله، اللي المفروض يتشطب اصلا، لو في عندهم نخوة وعندهم دم كانوا شطبوه. الشحات بريء والشيبي هو اللي مدان وهيتعاقب. صدق او لا تصدق، صدق او لا تصدق، واسمع مني وهتشوف القرار ده بكره او بعده بالكتير، بعقوبة الشيبي، بإيقاف الشيبي وبراءة الشحات. الشحات بريء يا جماعة، الشحات ما عملش حاجة. أنا قلت لك مبادئ الأهلي بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ اعمل اللي أنت عايزه يا باشا، تشتم تضرب تعمل، اعمل اللي أنت عايزه. دي مبادئ الأهلي، دي مبادئ الأهلي، واللي يشتمهم يروحوا يتعاقدوا معاه زي ما عملوا مع إمام عاشور. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. ممدوح عباس بيوجه ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي أفريقيا، نهائي دوري الأبطال اللي هو يوم السبت بعد يومين وبعد 48 ساعة. إيه هو بقى الضربة؟ الجلسة حصلت مع 2، مش 1، دول 2 دبابة وسط الملعب، وقال عليها مدحت شلبي اليو ديانج، والضربة الثانية هتكون إمام عاشور. ممدوح عباس جوميز طلبوا امبارح مع مهيب الكاره للزمالك، طلبوا انك عايز امام عاشور وعايز مصطفى فتحي، هذا الثنائي ديانج وامام عاشور قريبا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.